الكثير من الشباب صار اليوم يفكر هكذا، كي يروح يخطب يحوس ينبش على ماضي هذه المخطوبة. السؤال: من الذي أعطاك الحق بأنك تنبش في ماضي هذه المرأة التي رحت تخطبها؟ من أعطاك هذا الحق؟ ثم بأي شريعة وبأي دين لك هذا الحق؟ يا إخوان، ليس لكم الحق في هذا. فالتوبة للمرأة وللرجل. إذا تابت المرأة من ذنبها فالله عز وجل يتوب عليها ويسترها في الدنيا وفي الآخرة. فمن أنت لتنبش وتحاول تفهم وكذا وأنا وكذا؟ هذا السؤال، هذه الأسئلة ستدخل على حياتك الشكوك وإثارة ما لا يجب إثارته، لأنه لو دخل الشك بين العلاقة بين الرجل والمرأة فلا علاقة، تهدم مباشرة. السلام عليكم. أنا شفت هذا الفيديو عبالك شوكيتني أخينا. أنا ما نعرف لا أنت مفتي ولا إمام، ما نعرف العلم هذا تاعك مي راك تجيب فيه. اش دخل تراك تقول من أعطاك الحق؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لك تزوج البكر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لك تثير بذات الدين ثربت يدك. كاين أحاديث بزاف بزاف بزاف. أنا على بالك بغيت نسقسيك، أنا ما نعرفش، أنا والله ما نعرف. صلي بالحمد لله رب العالمين، قل والله أحد. اش دخل التوبة في الزواج؟ أنا والله العظيم ما فهمتش الفيديو تاعك. على بالك الفيديو تاعك كي سمعته ودخلت ليك موتير شفت كمية الشعب، كمية السب والشتم اللي يسبوك ليها الشعب لا تعد ولا تحصى. أنا والله العظيم أنا تبالي باللي دير شرح الفيديو شك تقصد. كيف أنت يا غدوة أولادك يزيدوا يقولوا لهم أمكم كانت عاهرة ولا كانت فاجرة؟ كيف؟ خلوا بنات الفاميلة وبنات الأصل بيوت الرجال وروحوا ندوا هذيك من اش دخل التوبة؟ أنا ما فهمتش والله ما فهمت. كيف ما ماضي المرأة، كيف ما تفتش في الماضي المرأة؟ هي بمحض إرادتها راحت لهذاك المجال، رغم أن والديها وخوتها وقاع نصحوها وزيروها، وهي تحداتهم قاع، طيحت لهم الشرف تاعهم وذلتهم وأهانتهم. باب التوبة على باب التوبة للجميع، للكافر واليهودي والنصراني، ماشي للمسلمين العصاة. ما فهمتكش بأي باش راك تفتي؟ بالعلمانية بالشيعية؟ ما فهمتش. سما انت دروك وسيم يوسف لايت انت هو عبالك والله تشوكيت، اقسم بالله اخينا لا تشوكيت. ما كوش داير كاع زعما تتكلم هذا الكلام تهريب بلا ما تعرف. شا دخل؟ راك فاهم انت راك فاهم اش راك تقول ولا ماكش فاهم؟ انا والله العظيم تشوكيت على بالك. راني غايب على هذه المواقع مع اللي رانا في شهر كريم وكاع. تطيح لي ذا الفيديو هذا انت درته في رمضان ولا قبل في الفطر ولا والله ما على بالي.